يا حبيبي، قوم شوف مذاكرتك شوية، طول اليوم على الموبايل. يو خلاص ماشي، لما خلص الشات هقوم. مش كل يوم هفضل في المرار ده وانت ما بتعملش اي حاجة خالص، ولا عايز تجيب لي طلبات البيت، ولا بتساعدني، حتى مش مركز في مذاكرتك ومستقبلك. وانا بعمل كل حاجة عشانك وعشان خايفة عليك. كل شوية خايفة، خليني أعيش براحتي بقى، أنا ما بقتش صغير. هو أنت مش هتبطلي نكد بقى؟ انا مش بنكد عليك، انا بحبك ونفسي اشوفك احسن الناس وبس. كل يوم تسمعيني نفس الكلام، أنت مش بتزهقي؟ سيبيني في حالي شوية، ملكيش دعوة بيا، فاهمة؟ ابني بيستفزني ويجرحني بنظراته وطريقته في الكلام معايا، ما بقاش فيه احترام ولا تقدير. اعمل ايه عشان يحس ان امه اللي بتحبه مش عدوته؟ في لحظة قاسية بتمر على كل أم، بتكلمي ابنك أو بنتك بنية صافية وقلب مليان حب، وفجأة تلاقي نظرة استهزاء طالعة من عينيه، نظرة كلها تحدي، كلها تقليل، وكأن وجودك ملوش قيمة. ساعتها بتحسي إن الكلام خانك وإنك عايزة تصرخي، هو إزاي ابني اللي ربيته بعناية بيبصلي كده؟ بس تعالي نقف لحظة ونسأل نفسنا سؤال مهم: ليه الطفل أو المراهق يعمل كده أصلاً؟ ليه بيحصل كده؟ بيكون بيدافع عن نفسه بس بطريقة غلط، بيحاول يظهر إنه مستقل وإنه مش محتاج توجيه. ساعات بيجرب حدودك النفسية، هتتكسري ولا هتثبتي؟ وأوقات ببساطة مش قادر يعبر عن ضيقه إلا بالسخرية أو التهكم. ودي مش قلة تربية ولا انعدام أخلاق فجأة، دي مرحلة لازم نعديها بحكمة. طب لما الطفل يكمل استهزاء بعد التنبيه نتصرف إزاي؟ أول حاجة، تحكمي في رد فعلك. الهدوء هنا مش رفاهية، ده سلاح. كل ما استهزأ أكتر كل ما كنتي أثبت واهدى. وتاني حاجة، علميه يحترم العلاقة. قوليله في علاقة بينا أهم من رأيك الشخصي، حتى لو مش عاجبك كلامي لازم تعبر عن رفضك بأدب. وتالت حاجة، استخدمي القواعد مش المشاعر. مش أنا زعلانة منك، لأ، في قوانين في بيتنا، الاحترام أساس الكلام، لو مش موجود في عواقب. وهديكي شوية أمثلة حقيقية حصلت. الأم بتطلب من ابنها ينظم أوضته، يرد بنظرة استهزاء ويقول: طبعا، أهم حاجة أوضتي تبقى متلمعة وإحنا في قمة إنجازاتنا. التصرف الصحيح رد هادئ جدا: لما تكون مستعد تتكلم معايا باحترام هرجع أكمل كلامي معاك، وسيبي المكان بهدوء. كرامتك محفوظة والديناميكية في إيدك مش في إيده. الأم تنبه بنتها إنها طول الوقت على الموبايل، ترد البنت بابتسامة سخيفة وتقول: واو، شكلك ناوية تكتبي كتاب عن أضرار الموبايلات. التصرف الصحيح: أنا مش محتاج سخرية عشان أوصل لك خوفي عليكي. لما تبقي جاهزة تسمعيني باحترام كلميني. الأب أو الأم ينصحوا ابنهم عن أصدقائه، يرد بضحكة مستفزة ويقول: انتوا مش فاهمين أي حاجة عن الحياة أصلا. التصرف الصحيح: يمكن احنا مختلفين بس الاحترام مش قابل للنقاش. لما تبقى جاهز تناقشني كراجل مش كحد بيستهزأ، أنا موجود. في كل المواقف دي قوتك مش في إنك تنتصر بالكلام، قوتك في إنك تفضل ثابت ومحترم لنفسك مهما حصل. ومع الوقت ابنك أو بنتك اللي بيحاولوا يختبروا قوتك النهاردة هينحني قدام احترامك لنفسك بكرة. لو مريتي بموقف زي ده مع أولادك اكتبي لي تجربتك تحت في الكومنتات، وما تنسيش لايك، شير وفولو للصفحة عشان نكمل سوا نعلم أولادنا يحترموا من غير خوف ويحبوا من غير استهزاء. ربنا يرزقكم بحب أولادكم واحترامهم، ويرزق قلوبكم بالسكينة وعنيكم بالفرحة بيهم يا رب.